السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم واحد الفيديو اللي هو خفيف ظريف، واحد سلطه صيفيه ترافقوها مع اي حاجه كتجي زوينه بزاف بزاف وصحيه في الفران، بلا ما تشوي بلا ما تقلي، كتجي زوينه بزاف بزاف. ان شاء الله انا تنال الاعجاب ديالكم. غندوز معكم مباشره للطريقه ديال التحضير والمقادير. غادي نحتاجو في هذه السلطه، عندي انا هنايا فلفله ملونه، تقدروا تستعملوا حتى فلفله طويله الاخرى العاديه، وتستعملوا حتى الا كانت ما متواجدش عندكم داك الفلفله الصفراء تقدروا ديروا غير الحمراء والخضراء والكورجيت والدنجال، هما اللي غادي نحتاجو في هذه السلطه هذه. خديت الدنجال نقيته على هذا الشكل كما تشوفوا، وتقدروا تخليوه حتى بالقشور ديالو الا كنتو كتبغيو بالقشور ديالو، تخليوه بلا ما تنقيوه. وصافي نحاولوا نقطعوا على شكل طولي بحال الشكل ديال الفريت، تقدروا تقطعوا على شكل اخر زعما دائري ولكن من الاحسن يستحسن انكم تقطعوا على هذا الشكل باش كيجي حتى المنظر ديال السلطه في التقديم كيجي زوين. هاد الوصفه هذه الصراحه انا شفتها غير في التيك توك وقلت انا نجربها حتى انا ونشوف النتيجه ديالها. ملي جربتها نتيجه زوينه بزاف بزاف، وقلت ضروري نشاركها معكم باش تجربوها حتى نتوما. ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم. صافي مشيت مع الخضره كامله بنفس الطريقه، حتى الدنجاله الاخرى بنفس الطريقه قطعتها، وكذلك حتى الكورجيت وفلفله كلشي قطعتها على شكل طولي كما كتشوفوا. وخديت واحد لاطه ديال الفران فرشت فيها ورق الزبده، وتقدروا تدهنوها غير بالزيت وتستفوا فيها الخضره ديالكم. من بعد ما نساليو الخضره ديالنا نقطعوها كامل على هذا الشكل ونستفوها في اللاطه ديال الفران، نرشوها بشويه ديال زيت العود من الفوق اللي هو ضروري كيعطيها واحد البنه زوينه بزاف بزاف، وكذلك نرشوها بشويه ديال الملحه. ديروا القياس اللي يناسبكم ديال الملحه. صافي وهنايا غندخلوها للفران اللي راه ديجا شعلته راه سخون، وغندير ليه درجه حراره ديال 200 درجه، نشعلوا ليه من التحت ومن الفوق، ونحطوا اللاطه في الوسط ديال الفران واحد نص ساعه كتكون السلطه ديالنا واجده ما كتعطلش بزاف. وغندوزو مباشره للتتبيله اللي غنتبلوا بها السلطه ديالنا. عندي معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، معلقه كبيره ديال البصله حمراء مقطعه مشلده رقيقه، معلقه صغيره ديال الكمون، راس معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الثوم بودره، تقدروا تعوضوها بالثومه طريه، وعصير ديال نصف حامضه. وناخذ واحد الاناء اللي غنخلطوه فيه، نجمعوا فيه كاع المكونات ديالنا على هذا الشكل، ونضيفوا عليهم شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطوا كلشي. والملحه ما غاديش نضيفها دابا حتى ندوقوا السلطه ديالنا، حيت ديجا درنا الملحه في الخضره قبل ما ندخلوها للفران باش ما تجيناش مالحه حتى تذوقوا الخضره ديالكم. داك الساعه تشوفوا واش تقدروا تزيدوا الملحه ولا ما غاديش تزيدوا. صافي نخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. كذلك تقدروا الا هز لكم الحار ديروا شويه ديال الهريسه ولا شويه ديال السودانيه بودر. هنايا الخضره ديالنا من بعد ما جبدناها من الفران على هذا الشكل كما كتشوفوا جات مشويه على هذا الشكل، غادي ناخذوها ونخويوها في التتبيله ديالنا باش اننا نتبلوها. كتجي بنينه بزاف بزاف، ان شاء الله انكم غادي تجربوها، وكتجي كترافقوها مع اي حاجه انا درتها مع الحوت جات زوينه بزاف بزاف. وكذلك تبع الاضحى على الابواب كنحتاجوا السلطات نرافقوا بهم اللحم، هذه غتجي زوينه بزاف مع اللحم. ان شاء الله انا غادي نعتمدها في هذا العيد، نتمنى ان شاء الله حتى نتوما غادي تجربوها. صافي كما شفتوا خلطت المكونات كاملين على هذا الشكل، خلطت السلطه ديالنا. وهنايا من بعد ما خلطتها دقتها جاتني شويه مسوسه، ضفت شويه ديال الملحه. صافي وحاولت حركتها وكنقدموها بالصحه والراحه. وهذه هي الوصفه اللي حضرت معكم اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. وإلا عجباتكم ما تنساوش تبارطاجيوها ليا مع كاع الناس اللي كتعرفوا، وتخليوا لي تعاليق ولايكات ديالكم، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا بزاف بزاف لكم على التشجيع ديالكم. واللي اول مره اكتشفت القناه وعجبوها وصفاتي ما تنساش تورك على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلها كل جديد. ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.